السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير يا ناس الخير. صحة قهوتكم، صحة شريبتكم، وصحة فطوركم. اليوم جبت لكم طبق تقليدي من ولاية قسنطينة، ولكن انا درت عليه توشه صغيره، يعني توشه تاعي، ولكنه طبق تقليدي. قولوا لي في لي كومونتير اسكو تعرفوا كيفاش سموه. طبق بزاف بزاف بنين ويجي عسل وسكر. ديريه اكيد راح يعجب رب البيت. يلا نروحوا للوصفه. اول حاجه اكيد غادي نطيبوا في الكيكوطه. نديروا شويه زيت. انا كنصيحه من عندي ديروا في خد تاع دجاج خير من غنمي. انا درت مورسو تاع غنمي، درت شويه زبده، تخليه يتقلد غايه الغايه في غرده حتى يحمر مليح. عادك زيدي عليه بصل مرابي ولا بصل مسكرفج. يقولوا مسكرفج ياك مانيش غلطه. ديري عليه البصل مرابي وقليه تاني مليح مليح. زيدي عليه تاني الفلفل الاسود ولا الحرور، حنا نقولوا الحرور. ما تنسيش لازم التقلاب لازم تقلبي باش ما تحرقش البصل، فهمتوني؟ مين يتقلى البصل غايه الغايه كما راكم تشوفوا. نزيدوا عليه الحمص. الحمص ما يجيش في هذا الطبق الا انه انا زدت فيه. شفتهم بزاف ما دايرينش فيه الا انه كاين اللي دايرين فيه، انا ندير فيه اوبليجي. وزيدي عليهم بعد الماء وخليه طيب. هنا نروحوا للدجاج اللي غادي نديروا بها هذوك لي بول تاع الكفته، ولا هذوك الصبيعات ماشي لي بول، هذوك الصبيعات تاع الدجاج، تاع الفيوند اشي ولا تاع البولاشي. بولياشي ماشي فيوند اشي. حطي زوج زوراتاج، انت على حساب العائله، تبغي 3 تبغي زوج تبغي واحد على حساب. درت شويه حرور وشويه ملح، هذا مكان، وخلوه يتقلى. خلوه يتقلى غايه الغايه. ومن بعد ديروا له الماء. انا نسيت ما قلت لكمش هذه الخطوه. ديروا له الماء وخلوه يطيب الطاجين عادي. ما تنسوش فقط اهم حاجه في اي طبق سواء طاجين كيما هكا تراديسيونيل، شوفوا اي طبق لازم التقلايه تكون غايه الغايه، بس كل حاجه كوني ما تقلاش ما تجيش بنينه. من يتقلى ويطيب مليح صيبه وتنشف لكم هذيك لاصوص، نروحوا نفتو هذاك الدجاج كيما راني فتت فيه انايا. تبغون نتوما تفتوه غير بيديكم نورمال. انا دوك شغل غير نقلع هذاك العظم ونقلع دوك الجلادي والجناح، ومن بعد نروح نزيد نطحنه في الاشوار هكا تخرج لك شغل هذيك البولي صافيه كما راكم تشوفوا. قلت لكم انا قلعت له كاع الجناح، الجلده، العظومه، اقلعوا كل شيء. ومن بعد شغل رابو في الاشوار عادي. وهنايا راني نرحي فيه في الاشوار. قلت لكم انا نبغي باش تكون البولي تاعي ولا البولياشي تاعي تكون صافيه، نرحيها في الاشوار. وبيان سور هاد حاجه ترجع ليكم الناس اللي ما عندهاش اشوار ما ترحيش عادي. انا رحيتها كما راكم تشوفوا خرجت لي صافيه، وزدت عليها شويه معدنوس كما راكم تشوفوا. زدت رحيتها معها. ومن بعد هنا نزيد البيض. هنا زيدي البيض، ديري 3 حبات 4 5. كتري البيض باش تجيك شابه وتجيك طريه ما تجيكش ناشفه، فهمتوني؟ الحاجه كل ما تكتريش فيها البيض تجيك ناشفه. دونك انتي كتري قد ما تقدري، ديري 3 4 5 قد ما تقدري. نرحي نطمها عادي شغل راكي تطمي في عجينه نورمال حتى تولي لك متماسكه، باش نقدر نشكلها لصبيعات ولا نشكلها لدويرات. كل وحده الشكل اللي بغاتها تقدر ديره عادي نورمال. هاي البولياشي تاعي وجدت، ودركا نبدا نشكل فيها. انا شكلتها لصبيعات كما راكم تشوفوا هكا. راني نشكل فيها. تبغوا نتوما تشكلوها شغل دويرات كيما تحبوا، حاجه ترجع لكم انتوما. انا شكلتها صبيعات. الشكل تاع البولياشي هنا اللي يديروا في هذا الطبق يديروا كيما هكا صبيعات. ما خليت التاتش التراديشنال، هذيك تراديشنال تاتش خليتها. وهنا جيت باش نقليها، نحمي الزيت ونبدا نقلي فيها كيما هكا نقلي فيها. صراحة هذا الطبق التقليدي سيته رمضان تاع العام اللي فات. كنت وحدي في الدار وبغيت نسي حاجة جديدة، سيته وعجب قاع الدار. وما عاودتاش للأسف، يعني ما عاودتاش حتى هذا رمضان. سبحان الله، من رمضان عاودته حتى هذا رمضان ديسيديت نعاوده. وتاني قلت علاش ما نشاركاش مع خواتاتي، ممكن يدوا فكرة عليه. تاني اللي من قسنطينة يقولوا لي، قلت شوفوا اذا خليت التراديشنال ريسيبي ولا مبدله فيها شويه. فوالا هنا كما راكم تشوفوا
انت تقلالي عادي الفيونداشي، تقلوها عادي بيان. حنا من بعد غادي نحطوها في لاصوص، مي هنا لازم تكون مقليه غايه. شوفوا كيفاش خرجت شابه. راني نقول لكم هذا البلا بنين وسهل، زعما ماشي حاجه اللي تعيي في الطياب. كاين دي بلا يعيو صراحه، هذا سهل وبنين وتراديسيونيل وحاجه ماشي معروفه. هذا طبق تقليدي قسنطيني بصح ماشي معروف للاسف. دونك جربوه، اكيد ما راحش تندموا عليه ابدا وراح يعجبكم كاع بسير. شوفوا البولياشي تاعي كيفاش خرجت، ما شاء الله محمره الله يبارك. دركا اش راح ندير، نحطها في هذيك المرقه اللي انا كنت طيبتها باللحم الغنمي، نحطها عليها هكا. نحط ستف كاع البولياشي تاعي، كاع الصبيعات تاع الكفته تاع الدجاج تاعي، فوالا. ومن بعد غير نغطي عليها ونخليها تختخ 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 تختخ. الله الله، باش المرقه تجي خاطره وتجي شابه. ومن بعد كما راكم تشوفوا نقدمها معكم. طبق رائع ما شاء الله، طبق سريع سهل وبنين وتقليدي وماشي معروف بزاف. ان شاء الله تكون عجبتكم وصفة اليوم. يا رب العالمين. لاول مرة داخل قناتي ما تنساش تخلي لي اشتراك وتفعل جرس التنبيهات، باذن الله كل ما يجي ولا يوصل نحط يعني فيديو جديد على قناتي يوصلكم، وهكذا تقدروا تشوفوا الوصفة الجديدة. ما تنساوش تخلوا لي لايك. الى الفيديو القادم ان شاء الله.